السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بادرة حلوة وجميلة قام بها أحد شباب البريقة. أسألكم بالله ادعوا له ولوالديه بالمغفرة والرحمة. طبعا انظروا هنا أكياس لحم، جزاه الله خير. قام بذبح هذا الشاة وتوزيعها على عدد من المحتاجين والفقراء هنا. نسأل الله الإخلاص والسداد. وكذلك كل من كان له بصمة يضعها، تاجر في البريقة أو غير في عدن، يعمل مثل هذه المبادرة، وأنا بشرته وقلت له الدال على الخير كفاعله. هذا هنا أكياس اللحم هنا ترونها أمامكم، تذهب إن شاء الله للمساكين والفقراء. وأنتم تعلمون القصة التي خرجت الطفلة التي خرجت تريد طعام أكرمكم الله من صندوق القمامة أو هذا حق القمامة المخصص لها، فسقطت وماتت، والفيديو منتشر. أنا طبعا لم أشاهده لأننا يحزن قلبي. فكل من كان له غيرة ومحبة للفقراء والمساكين وأراد الخير يعمل مثل هذا الشاب الباش مهندس الطموح، إن شاء الله أن يوفقه ويغفر لوالده، ودعواتكم له. بارك الله فيكم. هذا أكياس التي فيها اللحم نفرح بها، وناس يفرحون لما يجدون هذه المأكولات التي ربما سنوات لا يأكلونها إلا بالأعياد، حتى بالصدقة يتصدقوا لهم الناس. جزاكم الله خير. الله انشروا الفيديو. دعواتكم لمن كان سبب، وكذلك لمن أراد الخير ادعوا لهم في ظهر الغيب. الله بالفقراء والمساكين. وجزاكم الله خيرا. محبكم الوليد أبو خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.